يا رجاله، خلصتوا الشغل؟ كله تمام؟ اه تمام، ماشي، مفيش مشكله. على الساعه 4:30 كده تقريبا لموا كده دنيتكم. اه بتقول ايه؟ القبض؟ اه تمام، يوم واحد ان شاء الله باذن الله تعالى، متقلقوش، كله هيقبض في ميعاده. والله العظيم نفسي اشتغل، لسه جاي جديد فرنسا، يا ريتك تتوسط لي عند المعلم. ما تقلقش، هو قاعد هنا اهوت في الحديقه بتاع البابلونه، هنكلمه وهوصي عليك، ما تقلقش. ربنا يخليك والله، ربنا يخليك. يا معلم. السلام عليكم. اطلعوا بركاته. يا باشا، اتفضلوا. الراجل ده لسه جاي جديد من مصر وعاوز يشتغل وعاوز ياكل عيش، وراجل مؤدب محترم السلام عليكم يا معلم. اطلعوا بركاته. ويشتغل معاك ان شاء الله. مفيش مشكله. تمام. نزلوا اي شنطه يا باسم، الشغل كتير عندنا الحمد لله. ربنا يخليك يا معلم، هنزل اشتغل ان شاء الله. هو انت منين الاول يا معلم؟ انا من الغربيه يا بتشتغل معلم. إيه؟ بتشتغل ايه حضرتك؟ انا والله مخلص جامعه وكنت شغال في مطاعم في مصر، وهنا بس على الاكل عيش. انا عاوز اي شغل، لسه متغربين وعندنا مسؤوليه يا معلم والله. مفيش مشكله. يعني انت تعرف تعمل ايه في ايه؟ انا اعمل اي حاجه يا معلم، انضف، اكنس، اعمل اي حاجه يا معلم، اكسر اي حاجه يا معلم. معلش بس اليوميه كام بعد اذنك؟ اليومية عندنا ان شاء الله ليك، انت لسه مبتدئ عندنا في الشغل، بندي المنيف 70 يورو. لو اتجدعنت وظبطت امورك معانا في الشغل وبقيت عيل خفيف كده يعني هتوصل ل 80 ان شاء الله. طب ممكن بس يعني اول فتره تديني فلوس كاش، عشان والله انت عارف الظروف، لسه جاي جديد يعني، تقف جنبي، احنا كلنا اخوات. لو ينفع كل 3 4 ايام كده تدينا اي مبلغ اكل واشرب منه وادفع ايجاري. ما فيش مشكله، نديك 200 يورو 300 يورو تحت الحساب عادي، كل واشرب واحنا اخوات مع بعض عادي. امال انت عرفت الشنطه ازاي؟ والله يا معلم انا من الصبح عمال الف على شغلي هنا وهنا وهنا، وبشوف اي مبنى بدخل اسال، ففي واحد هنا الله يبارك له قال لي في شنطه قدام بتاع مصريين اللي ماسكينه مصريين، فلقيت المعلم واقف تحت هنا بينزلوا حاجات، فقلت له جبنا لحضرتك يعني. ما فيش مشكله، المهم انت تكون ملتزم مع ربنا، بتصلي ودنيتك. الحمد لله الحمد لله بصلي. ملتزم في مواعيدك الصبح، وما بنحبش الشباب اللي بتعلي صوتها في الشغل على الشفات والصوت العالي وسب الدين وقله الادب، ممنوع عندنا في الشغل الكلام ده. تكون مطيع وبتسمع الكلام وهادي كده، واللي في الخير يقدم ربنا ان شاء الله. احنا بنحب الشباب الجدعه اللي بتحب تشتغل، بتخاف على يوم العيشه، الشاطره اللي بتيجي في مواعيدها وبتمشي في مواعيدها. ربنا يخليك والله يا معلم، شكرا والله. يعني بكره ان شاء الله انزل شغل ان شاء الله باذن الله. بكره تاخد رقم باسم وبكره تنزل الشغل معاه باذن الله تعالى. مفيش مشكله. ماشي يا معلم. خلاص بكره ان شاء الله انا هبعت لك العنوان وكده كده رقمك معايا، هتصل بيك الصبح وتقابلنا هنا على المكان هنا في الشنطه ان شاء الله. ماشي. في حاجه تانية يا معلم؟ لا لا لا، بص يا شباب، دي رساله بنوصلها لاخواتنا المصريين. يا ريت كل الناس تقف مع اخواتنا اللي جايين من مصر ويعاملوهم بالرحمه ويقفوا جنبهم، ونقف جنب بعض ونساعد بعض. بس يعني يكون الشاب جاي عاوز يشتغل بجد ويحاول يقف على رجليه، لان نص الشباب بتيجي عاوزه تشتغل وعاوزه شغل سهل. مفيش حاجه سهله، لازم تتعب عشان توصل. مفيش باترون الا لما جابها من تحت لحد المكان اللي هو فيه، فانت تتعب عشان توصل للمكان اللي انت بتحلم له. الحلم مش هننوم على السرير، الحلم ان انت تقوم وتشتغل وتجري. شكرا. شكرا جدا. السلام عليكم. السلام عليكم.